أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإني في غاية الحبور والسرور بأن أجلس هذا المجلس لأعلق تعليقات سريعة على باب من أبواب عظة الناشئين. هذا الباب هو باب الأبواب في هذا الكتاب، يسمى باب الإرادة. ويأتي التعليق على هذا الباب بمناسبة ختم شرح الكفراوي على المقدمة الآجرمية. وشرح الكفراوي لا يسد مسده شرح من شروح المقدمة الآجرمية، وذلك لأنه تميز بأمور ثلاثة. الأمر الأول أنه يقدم لك معاني المقدمة الآجرمية، يضعها لك على طرف الثمام وحبل الذراع، ثم يأتي ليعرب المقدمة الآجرمية. يبدأ بالإعراب ثم بذكر المعاني، فيدربك على الإعراب. ومن أعرب متنا استطاع أن يعرب جميع المتون. وبعد الإعراب وبعد شرح المعاني يعرب الأمثلة، حتى إنه لا يعرب الإعراب. ضرب فعل ماض يعرب لك ضرب فعل ماض. فهمت هذا؟ فهذا الكتاب خير كتاب يقدم للطالب المبتدئ في دراسة علم النحو، لكن لا يكون نافعا إلا إذا كان الطالب قد درس المقدمة الآجرمية أولا. لابد من تمهيد، توطئة. إما أن تدرس المتن أولا على شيخ متمكن، وإما أن تدرس شرح الشيخ زيني دهلان. وشرح الشيخ زيني دهلان مأخوذ من شرح الكفراوي. إذا قال الكفراوي يعني، ما يأتي بعد يعني هو ما أخذه الشيخ زيني دهلان وجعله شرحا على المقدمة الآجرمية، فهو كتاب مأخوذ من شرح الكفراوي. وتحفة السنية مأخوذة أيضا من شرح الكفراوي. إذن كل من التحفة السنية وكل من شرح الشيخ زين دهلان مدخل إلى الكفراوي. لا ينبغي أن تهجم على الكفراوي دون توطئة وتمهيد بهذه الكتب. فهمت؟ وأنا سعيد جدا على أنه قام بشرح هذا الكتاب الأستاذ رومي. أنا أحبه جدا، وأنا لا أحب الطالب إلا لجده واجتهاده. العلاقة بيني وبين الطلبة علاقة جد وعلم. أي طالب في مجلسي آنس فيه الجد والحرص والذكاء أقربه وأحبه، ومجتهد جدا ويفهم. وبعد كل درس يراسلني بالأسئلة، من خلال الأسئلة عرفته. لأن الطالب إذا كان ذكيا ممكن أن تعرفه في المجلس، وممكن أن تعرفه من خلال الأسئلة التي يبثها إليه. وقام معه الأخت العزيزة اسمها نورزوان. نعم، هي كانت معه أيضا، وهي مجتهدة وذكية. أحمد الله على أنه لا يحضر في مجالسي من أول المجالس إلى آخرها إلى الأذكياء، هذا معروف. إن لم تكن ذكية لا يمكن أن تصبر على دروسي، لأنها فوائد كثيرة وفي مجالس طويلة، ليس في ساعة ولا في ساعتين، وإنما في 10 ساعات أحيانا. فالطالب الذي يصبر على هذا ويستوعب لابد من أن يكون ذكيا. فأنتم بدأتم بداية صحيحة، لأن المطلوب في العلم هو ماذا؟ التدرج الصحيح. إذا تدرجت وصلت إلى ما تريد، ولكن إذا قفزت وهجمت
وتركت الحلقات التي ينبغي أن تمر بها، لابد من أن ترجع إلى ما قفزت عليه. لا يمكن أن تحقق هدفك. وأنتم الحمد لله اشكروا الله على هذه النعمة التي أسداها إليكم. قديما كان الطالب يأتي هنا ولا يجد شيخا يأخذ بيده. أنتم وجدتم رومي ووجدتم أخته يأخذان بأيديكم على الدرب الصحيح. لأنه قديما في الأزهر كانت البداية بالآجرومية من خلال الكفراوي، ثم إلى شيخ خالد الأزهري مع هاشية أبي النجا، وهي السيدة الحواشي. من قتلها وفهمها وأتقنها وهضمها كان عفريتا وخريتا في فهم مقدمة الآجرومية، يستطيع أن يشرحها في أي مكان على وجه الأرض دون خوف ولا وجل ولا تمتمة، لأنه أخذ العلم من بابه، ومن أخذ العلم من بابه لا يخاف إذا أخذ العلم بطريقة صحيحة. أنتم ختمتم الكتاب، ليس الشأن أنك ختمت الكتاب، وإنما الشأن أنك هضمت الكتاب وفهمت الكتاب. والهضم والفهم لا يستقيم إلا بماذا؟ بالمذاكرة، بالمواظبة، بالجد. ارجع إلى الكتاب وحدك، مثنى وثلاثة ورباع إلى عشارة، حتى ينتقش الكتاب في ذهنك، حتى إذا أغلقت الكتاب هذه المسألة تدري أين هي وماذا قال الكفراوي وكيف رد عليه وكيف اعترض عليه الحامدي في الحاشية، وماذا قال الشيخ رومي هنالك. لابد من أن يظهر أيضا، فهمت؟ إذا لابد من أن تذاكر الكتاب مثنى وثلاثة ورباع، وإياك أن تحقر الكتاب. أن تقول كفراوي ليس كتابا، لا، هذا كتاب عظيم جدا. ستجد كثيرا من الناس ممن يشار إليه بالبنان لو قلت لهم اشرح لي الكفراوي سيأتي بشرح ستضحك منه، يشرح كل شيء للكفراوي، يقرأ فقط. أما شرح الكتاب كما ينبغي هذه لا تأتي إلا ممن أخذ العلم عن الشيوخ ومارس وخالط وامتزج به. أسأل الله أن ينفعكم بما تعلمتموه من الشيخ ومن الشيخة، من الأستاذ ومن الأستاذة. وأنا لا يوجد شيء يسعدني من أن أسمع بأن طالبا تلقى مني علما وقدمه لغيره. هذا يسعدني كثيرا. عندما سمعت بالدورة أنا دعوت الله لهم بالتوفيق والسداد، ودعوت الله للطلبة أن يفتح عليهم. أسأل الله أن يكون هذا فتح الفتوح لكم إن شاء الله. نبدأ في ماذا؟ في التعليقات يسيرة سريعة على باب الإرادة من هذا الكتاب. فهمتم هذا؟ هذا الباب ستجدونه ماذا؟ في وسط الكتاب، أليس؟ ولكن كان حقه أن يكون في طليعة الكتاب، في مفتتح الكتاب، لأن الباب عن ماذا؟ عن الإرادة. والإرادة سيد الأخلاق، خلق الأخلاق، ينبوع الأخلاق. كل خلق جميل فمن الإرادة، كل خلق شنيع فمن الإرادة. بالإرادة تتحلى بالفضائل، وبالإرادة تتخلى عن الرذائل. فالإرادة هذه هي سيدة الأخلاق، سيدة الأخلاق. بالإرادة أتينا هنا، وبالإرادة أقبلتم على الشيخ رومي وعلى أخته. بالإرادة صبرتم على الكتاب من أوله إلى آخره. لولا الإرادة لانصرفتم من أول محاضرة، ولكنكم ظللتم وصبرتم وصابرتم إلى خاتمة الموضوع. الإرادة هي التي تفعل هذا. فهمت هذا؟ أي إنسان بلا إرادة ليس بإنسان. الإنسان يكون إنسانا بالإرادة. بالإرادة تستطيع أن تفعل كل شيء. بالإرادة تجد هذا الأعجمي الذي ولد في إفريقيا ليس من أب عربي ولا من أم عربية، واللغة العربية ليست عندهم، ليست لغتهم. بالإرادة تعلم هذه اللغة. بالإرادة تعلم هذه اللغة. بالإرادة حفظ متون هذه اللغة. بالإرادة حفظ شروع هذه اللغة. بالإرادة حفظ بعض حواشي هذه اللغة. الإرادة هي التي تفعل هذا.
بالإرادة تستطيع أن تفعل كل شيء. بالإرادة سيبويه الذي هو فارسي ليس عربيا استطاع أن يضع كتابا في النحو لم يستطع أحد أن يأتي بمثله. بالإرادة الإمام الكسائي الفارسي وصل إلى ما وصل إليه. بالإرادة الإمام أبو حنيفة وصل إلى ما وصل إليه وهو فارسي. بالإرادة جار الله الزمخشري استطاع أن يضع كتابا في تذوق بلاغة القرآن الكريم لم يستطع أحد أن يأتي بمثله وهو ليس عربيا. بالإرادة الإمام عبد القاهر الجرجاني وهو فارسي ولد بجرجان وجرجان فارسية لم يخرج من جرجان وأخذ عن شيخ واحد ليس له شيخان وابن أختي أبي علي الفارسي وهذا الشيخ فارسي وهذا الشيخ أخذ عن شيخ آخر هو فارسي هو أبو علي الفارسي. فهمت؟ وأبو علي الفارسي أخذ عن من؟ عن ابن السراج وابن السراج أخذ عن المبرد والمبرد أخذ عن الأخفش الأوسط. لا المبرد أخذ عن المازني والمازني أخذ عن الأخفش الأوسط والأخفش الأوسط أخذ عن سيبويه. أبو علي الفارسي الشيخ عبد القاهر الجرجاني صاحب دلائل الإعجاز وأسرار البلاغة الذي يسير الذي هو منتهى سدرة منتهى في علم البلاغة واضعه ليس عربيا أعجمي ولد في بلدة أعجمية لم يخرج منها إلى الوفاة. بالإرادة وصل إلى هذا. إذن بالإرادة وأنت إندونيسي تستطيع أن تتمكن في اللغة العربية. فهم؟ ومن تمكن في اللغة العربية انفتحت له جميع أبواب العلوم. إذا قرأ في الفقه بز أقرانه، إذا قرأ في العقيدة فرع أقرانه، إذا قرأ في ماذا؟ في أصول الفقه تفوق على أقرانه لأنك معه علوم الآلة. علوم الآلة هي علوم العربية. فهمت هذا؟ المنطق أيضا من علوم الآلة ولكن المنطق ستدرس المنطق من السلم ومن ماذا؟ من إيساغوشي كلاهما مكتوب بأي شيء؟ باللغة العربية. إذن لا ينبغي أن تيأس وأن تقلق وأن تترك نفسك ريشة في مهب الوساوس والحواجز وتقول لا يمكن أن أتمكن من هذه اللغة لأنها ليست لغتي. لا، كل من جد وجد. الجد يفتح كل باب مغلق ويدني كل أمر شاسع. إذا سنعلق على هذا الباب تعليقات سريعة. أنا كنت في الدرس صباحا في المضيفة وصحتي غير جيدة فلن أطيل الكلام ولكن خير الكلام ما قل ودل ونفع. أسأل الله أن ينفعكم بما أقول. المهم أنكم ختمتم الكفراوي وليس بعد الكفراوي شيء. ينبغي أن تصعدوا بذلك. قلت للرومي قبل بداية الدورة ينبغي إذا كان العدد 20 ينبغي أن يظل 20 إلى آخر الدورة أو 15 إلى آخر الدورة أو 10 ولكن لا ينبغي أن ينقص عن ذلك. إذا نقص عن ذلك فمعنى ذلك أنك قدمت لهم كتابا لا يناسبه. فهمت؟ والحمد لله يكون على عدد كده كم؟ 25 وظل معك إلى آخر دورة كم؟ 23. هذا جيد، هذا شيء عظيم جدا. أنت نجحت في عملك. هؤلاء الطلبة الذين أخذوا عنك لن ينسوك أبدا. هم سيصلون إلى السنة الرابعة ويذكرونك. لولا رومي لما فهمنا هذا. فهمت؟ الذي حضر في الكفراوي لا يمكن أن يأتي في درس في النحو الكافي في النحو كذا وكذا، لا يأتي في هذه الدروس. من وجد لذة التراث لا يمكن أن يقبل على غيره. فهمت؟ أنتم الآن مع كتب أهل العلم الكبار الذين كانوا يكتبون ويؤلفون بمداد الإخلاص وكانوا يدعون الله لكل من انتسخ كتبه ولكل من قرأها ولكل من أقرأها ولكل من سمعها. دعواتهم ما زالت نفحات
أسأل الله أن يفتح علينا جميعا فتوح العارفين. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. ما رأيت أحدا جزم إرادته. الإرادة هذه هي عنوان ترجمة هذه المقالة. هي مقالات، لكل مقالة عنوان. ما عنوان هذه المقالة؟ الإرادة. ماذا يقول الشيخ؟ يقول ما رأيت أحدا جزم إرادته على أمر إلا كان. ما رأيت أحدا جزم إرادته على أمر إلا كان. كان هنا تام، إلا حدث. لا تبحث له عن خبر، ابحث له عن فاعل. يقول لم يرى في حياته إنسانا جزم إرادته، قطع إرادته على أن يفعل شيئا، على شيء يريد أن يحدثه، يريد أن يفعله، إلا حدث هذا الشيء. لم يرى أحدا يريد أن يحفظ متن أبي شجاع إلا وحفظه. لم يرى أحدا يريد أن يحفظ المقدمة الآجرمية إلا حفظها. لم يرى أحدا يريد أن يفهم الكفراوي إلا فهمه. لم يرى أحدا يريد أن يكون إماما في الفقه فقيها، أو يريد أن يكون إماما في النحو، أو يريد أن يكون علامة ينفع أمته وينشر العلم في ربوع بلده. لم يرى أحدا يريد أن يفعل شيئا إلا كان. فهمت هذا؟ لم يرى أحدا يريد أن يتخرج بالامتياز إلا تخرج به. لم يرى أحدا يريد أن يأتي بالامتياز في هذه السنة إلا وأتى به. ما رأيت أحدا جزم إرادته على شيء على أمر إلا كان. ولا عزم شيئا إلا وصل إليه. ولا عزم شيئا إلا وصل إليه، يعني ولا عزم شيئا ولا عقد قلبه على فعل شيء إلا وصل إليه، حتى وإن كان هذا الشيء في الجوزاء، في الثريا، في السماء. إذا أراد أن يصل إليه سيصل إليه. هذا من باب المبالغة. يعني كل شيء تريد أن تفعله وكنت عازما صادقا في عزيمتك تستطيع أن تنفذ إليه، تستطيع أن تحققه، تستطيع أن تفعله. لا يوجد مستحيل. أنت إنسان ولقد كرم الله بني آدم، ركب فيك العقل، فهمت؟ أقبلت على العلم. أنت تركت إندونيسيا، أنت الآن في بلد الأزهر الشريف. لم تأتي من إندونيسيا إلى الأزهر الشريف إلا وأنت تعتقد في الأزهر الشريف، ولم تأتي إلا ولأنك تدرك بأنك ستجد هنا علما ليس موجودا عندك. لم تأتي إلى الأزهر الشريف إلا وأنت مؤمن بأن الأزهر الشريف كعبة العلم. العلوم كلها موجودة، الجامع موجود والجامعة موجودة، المضيافات لا حصر لها، الشيوخ كعدد الرمال كثرة، الكتب المخطوطات المطبوعات بثمن رخيص. إذا جميع وسائل تحصيل العلم متوفرة. فهمت؟ إذا ما الذي سيشغلك أن تحصل العلم؟ لا ينبغي أن تترك وسوسة ولا شيطانا يحول بينك وبين تحقيقك هدفك، لأن الأسباب كلها متوفرة. ما الذي تطلب بعد ذلك؟ والدك في البلد كلما سئل يقول ولدي الآن في الأزهر الشريف، يحسن بك الظن، يقول هو الآن يتعلم. أمك كذلك، كل يرجو أن ترجع بعلم غزير لتكون نبراسا لأمتك، لتكون نبراسا لأمتك.
فأنت هنا لا ينبغي أن تترك دقيقة تنسلخ عليك إلا وترى فيها محصلا للعلم، محصلا للعلم. كن دائما مشغولا بالعلم، حتى أينما كنت أنت تدقق، تسأل، تحضر في المجالس، تذاكر، تحفظ. لا تكن إلا مع الأصدقاء الذين يحبون العلم. لا تضيع وقتك، دعك من الرحلات والأسفار. أنت أتيت هنا للعلم لا للسياحة. إذا رجعت إلى البلد، إذا قيل أين توجد هذه العبارة، أنت إن لم تعرفها ليس بعيب، ولكن يعيبك أن تسأل في المسائل وأنت صامت كالأصنام لا تجيب. فهم؟ إذا هذه فرصة ذهبية ينبغي أن تغتنمها، أن تحتبلها. ضع في ذهنك قبل التخرج، إذا كنت في الشريعة قبل التخرج أكون قد حفظت منهاج البيضاوي في أصول الفقه، وقرأت وفهمت الإسناوي على البيضاوي، وقرأت شرح البدخشي على الإسناوي، قرأت شرح الأصفهاني على الإسناوي. وفي الفقه الشافعي انتهيت من المنهاج وانتهيت من كذا، وحفظت بطن بالشجاع وبالشروع وحاشية الباجور، انتهيت من كل هذا قبل التخرج. 4 سنوات ليست قليلة. فهمت؟ وحصلت من علم النحو وعلم البلاغة وعلم الصرف ما يؤهلني لقراءة هذه الكتب. اجعل هذا في ذهنك. إذا كنت في اللغة العربية قبل التخرج أكون قد حفظت الألفية وفهمتها، وحفظت تلخيص المفتاح وفهمته، وحفظت المعلقات 10 وفهمتها. أضعف الإيمان. إذا كنت في ماذا؟ في أصول الدين، في قسم الحديث تكون قد حفظت البيكونية ونخبة الفكر، نخبة الفكر. وحفظت ألفية العراقي أو ألفية السيوطي، إلى أن ألفية العراقي أنفع لك لكثرة شروحها، يكفيك شرح السخاوي فتح المغيث. فهمت؟ إذا كنت في قسم العقيدة تكون قد حفظت السلم، وحفظت التهذيب، وحفظت الشمسية. وفي العقيدة تكون قد حفظت الخريدة والجوهرة والنسفية. فهمت؟ وإذا كنت في قسم التفسير أضعف الإيمان لك حفظ القرآن بالقراءات. هذا أضعف الإيمان، ليس أن تحفظ القرآن، لا، كل أزهري يحفظ القرآن، ولكن أنت في قسم التفسير لابد مع القراءات. وقرأت البلاغة والنحو والصرف، لأنه لا يمكن أن تكون مفسرا وأنت خاوي الوفاض من العلوم العربية. فهمت؟ إذن ألا هذا صعب؟ يقول الشيخ ليس هذا صعبا. يقول ما رأيت أحدا جزم إرادته على أمر إلا كان، ولا عزم شيئا إلا وصل إليه. ذلك اسم الإشارة إلى أي شيء. ذلك يعني المذكور، ما الذي ذكره؟ ما رأيت أحدا جزم إرادته على شيء إلا كان، ولا عزم شيئا على أمر إلا كان، ولا عزم شيئا إلا وصل. ذلك يعني المذكور الذي سبق الآن. ذلك أن الإرادة رغبة في الأمر. أن الإرادة، أنت ستقول هذا غريب جدا، كيف تقول بأن الإرادة يمكن أن تحقق كل هذه الأشياء؟ وكل واحد منكم أراد ولكن لم يرى أثرا. إذن لا شك أن الشيء الإرادة التي يتحدث عنها غير الإرادة التي هي موجودة عندك. الناس يخلطون بين الميل إلى شيء وبين الإرادة،
هناك ميل، هناك الشعور أولا، أنت تشعر بشيء ثم تميل إليه، كل هذا ليس الإرادة. ثم هناك مرحلة التروي، تتفكر في شيء. ثم هناك مرحلة الرغبة في شيء. ثم هناك مرحلة العزم والحزم على فعل شيء. الحزم والعزم على فعل شيء، هذه المرحلة هي مرحلة الإرادة. إذا هناك الشعور، أنت تشعر بأي شيء بعلم الفقه، تريد أن تكون فقيها، هذا شعور. ثم هناك ميل، الآن بدأت تميل إلى الفقه، هذا ميل. ثم ميول قد تأتي، ميول متضاربة، تميل إلى الفقه أحيانا، أحيانا تميل إلى ماذا؟ إلى العقيدة، أحيانا تميل إلى كذا، كل هذا ليس إرادة. أنت في هذه المرحلة إذا تركت هذا تقول أنا أردت أن أفعل ولكن لم أستطع أن أفعل، لا، أنت كنت لم ترد قط. ثم بعد ذلك هناك ميول متضاربة، ليس ذلك؟ الميل الذي يتغلب يسمى رغبة. الآن هناك رغبة، ثم الرغبة هذه تتحول إلى ماذا؟ تريد أن رغبت في شيء الآن، تريد أن تحققه، تعقد قلبك على تحقيقه، تحزم عليه، هذا يسمى الآن إرادة. رأيت هناك مراحل، هذه الإرادة إذا وجدت تستطيع أن تفعل كل شيء. بعد الإرادة العمل مباشرة. يقول الشيخ ذلك أن الإرادة رغبة في الأمر يتبعها سعي. يقول الإرادة رغبة حب في ماذا؟ رغبة. ذلك أن الإرادة رغبة في الأمر يتبعها في الأمر، هو رغبة في الأمر يتبع الرغبة سعي إليه، إلى ذلك الأمر. ليس أن ترغب وتجلس، لا، أنت رغبت، يعني بعد الشعور، بعد الميل، وأتت الرغبة وملت إلى شيء، ينبغي أن تسعى إليه، ليس أن تجلس. قد تكون لك رغبة ولكنك لا تحقق، تظل تسوف، سوف، وما أفسد الطلاب إلا التسويف. يأتي إلى مصر، نيته أن يحفظ متونا كثيرة، لكن إذا قيل له متى تخوض في ماذا؟ في حفظ هذه المتون، تراه يسوف. إن شاء الله في العام القادم يظل هكذا مسوفا مماطلا إلى أن يتخرج، ربما أتى بالامتياز، ولكن العلم شيء والامتياز شيء آخر. الامتياز أنك حفظت المقرر وقلت للأساتذة هذه بضاعتكم ردت إليكم، فهمت هذا؟ تحفظ المقرر وتصب المعلومات في الأوراق، ولكن الفهم شيء آخر. أنت أتيت هنا لتكون عالما، نعم، لتحمل أيضا الشهادة، أيضا تجعل لك مكانة بين زملائك، ولكن لابد من ماذا؟ من العلم الذي تستطيع أن تؤثر به في أمتك. شهادة لا يمكن أن تؤثر بها، تستطيع أن تأكل بها، ولكن أن تؤثر في الأمة لا، لابد من العلم الحقيقي. فهمت؟ يتبعها سعي إليه وبذل جهده لتحقيقه، وبذل الجهد لتحقيقه، إلى أن تبذل طاقتك كل ما عندك لتحقق هذا الأمر. الآن أنت تريد أن تكون عالما، إذن هناك رغبة في أن تكون عالم، إذن ماذا تفعل؟ تسعى إلى ما يجعلك عالما، وهذا يكون بأي شيء؟ بالإقبال على العلم، على المشايخ، وبشراء الكتب، ثم تبذل كل ما في وسعك لتحقق هذا الهدف الذي وضعته نصب عينيك، وتهيئة الأسباب ممكنة الإيجاد، وأن تحضر الأسباب الممكنة لإيجاده، بأن تشتري الكتب، وأن تكون في مكان، في جو يتيح لك أن تقرأ وأن تحفظ، أن تركز على العلم، لا تكون في جو مشوش، تكون مع من لا يقرأ، يشوش عليك في البيت،
أو أنت دائما مشغول بالإنترنت، بفيسبوك أو بواتساب، دائما مشغول بهذا. لا تستطيع أن تقرأ كتاب 5 دقائق مركزا، بعد كل دقيقة تنظر في المحمول أين ما الرسالة. فهمت؟ أنت بهذا لن تحقق شيئا، تظل كذا اليوم يمر دون أن تحقق شيئا. فهمت؟ لابد من أن تهيئ الأسباب الممكنة التي تجعلك تحقق هذا الهدف. فهمت هذا؟ فالطالب ينبغي ألا يدخل على الفيس أو على الواتساب إلا مرة في الأسبوع أو مرة في شهر. فهمت؟ مرة في شهر، تركز جدا على العلم. العلم هذا غيور، يحتاج إلى ذهن صاف. المسألة أمامك، تنظر فيها، تقلبها على أوجهها، تحاول أن تنفذ إلى عمقها. هذا لا يكون بقلب، بعقل، بذهن مشتت. لا يكون بذهن مشتت. أنت تنظر إلى ماذا نشر فلان أو ماذا قال فلان، الرسالة من من؟ والعلم أمامك. لا يمكن، مستحيل، مستحيل، لا يمكن أن تحقق شيئا في هذا. فهمت؟ إذا أردت العلم ينبغي أن تصد جميع النوافذ التي يمكن أن تأتي منها الوساوس والمشتتات، ليبقى ذهنك صافيا خاليا من كل هوى إلا هوى العلم. ونعم العلم هوى. وتهيئة الأسباب الممكنة لإيجاده ثم إقدام على عمله. بعد أن تهيئ كل هذا تقبل على عمله، ليس أنك عزمت ثم تركت، لا. إذا عزمت على شيء افعله مباشرة. فهمت هذا يا رومي؟ قلت الآن بأنك ستبدأ في هذا، ابدأ مباشرة بعد أن عزمت عليه وهيأت الأسباب. لكن أن تقول سأفعل هذا بعد كل هذا ثم تترك العمل، فترى الشيطان يحجم عليه. لكن إذا أقبلت عليه مباشرة حققت ما تريد. وإذا أقبلت على شيء لا تهجم عنه. فهمت؟ الإنسان الحقيقي إذا بدأ في شيء لا يتراجع إلى أن يصل إلى غايته. أما إذا بدأت في شيء لا تكاد تخطو فيه خطوتين إلا وقد رجعت عنه، أنت ستبقى كذا إنسانا مريضا نفسيا، ربما تفقد الثقة في نفسك، ستقول والله أنا لست ذكيا وأنت أذكى الأذكياء، أنا ما خلقت للعلم وأنت خلقت للعلم، ولكنك كلما بدأت في شيء لا تصبر عليه، فصرت كذا تفقد الثقة في نفسك، لأنك ترى بأنك كلما بدأت في شيء لا تحققه. ولكن لو بدأت في شيء وصبرت عليه إلى أن حققته تقول إذا أنا أستطيع أن أحقق أشياء في حياتي. بهذا تتجدد الهمة وتعلو وتنمو. فهمت؟ إذا بدأت في شيء، حضرت في الدرس لشيخ، لا تنقطع عنه إلى نهاية الكتاب. فهمت؟ ولا شك أنك قبل أن تحضر تعرف الشيخ أولا وتعرف الكتاب الذي يشرع. إذا تذهب وأنت لا تدري ما الكتاب الذي يشرع، أنت في مستوى متن أبي شجاع تحضر في درس المنهاج، أنت لن تفهم شيئا. أنت في البلاغة الواضحة تحضر في دلائل الإعجاز، لن تفهم شيئا. أنت في النحو في الأجرومية تحضر في ماذا؟ في الألفية، لن تفهم شيئا. لابد من أن تعرف الكتاب الذي تقبل عليه. ترى بأن الكتاب في مستواك ثم تبدأ مع الشيء. إذا بدأت لا تتأخر أبدا عن أي درس كيفما كانت الضرورات. واظب وصابر إلى خاتمة الكتاب، وليكن هدفك أن تتقن الكتاب لا أن تحصل على الإجازة. ليكن هدفك أن تفهم الكتاب لا ليقال بأنك حضرت لفلان. إذا كان هدفك أن تتقن الكتاب سترى بأنك لن تترك مسألة إلا وقد تحريت الأقوال حولها، تحاول أن تفهمها حق الفهم، أن تجيد تصورها. فهم؟ أما إذا أقبلت من أجل الإجازة ربما تجلس في المجلس وأنت لا تدري الكتاب الذي يشرع،
الكتاب طريقة الشرك لا تدري شيئا عن هذا، لأن همك هو أن تجاز، فأنت جالس وأنت تنتظر ماذا؟ ختم الكتاب. هم كثيرون هنا الطلبة عندهم إجازات كثيرة، ولكن لا تجد واحدا منهم يستطيع أن يشرح كتابا. فهمت؟ كنا كده أحضر في المجلس لتفهم الكتاب. لولا أن رومي حضر ليفهم الكفراوي معي لما استطاع أن يشرحه لكم. لولا أن الأخت هذه حضرت لتفهم الكفراوي لما استطعت أن تشرح لكم الكفراوي، لأن الإجازة لم يشرح لك الكتاب. أنت تشرح الكتاب بما تعلمته، العلم الذي عندك. نحن جلسنا الآن قيل لك اشرح الكتاب وأنت لا تعرف الكتاب، تقول هذه هي الإجازة. ولكن اشرح الكتاب لا شيء، يقرأ فقط. فهمت؟ ولكن تستطيع أن تتكلم في الكتاب إذا تعلمت الكتاب، ولا تتعلم الكتاب إلا إذا أقبلت على الشيخ بقلب مفعم بماذا؟ بتحصيل العلم، لم تحضر إلا للعلم. هذا واضح؟ نعم. ولا شك أن الأمر كائن متى اجتمع له كل هذه الدواعي. نعم، يعني هذه الأسباب إذا توفرت لأي عمل من الأعمال، لأي أمر من الأمور، تحقق ما قاله الآن. الإرادة رغبة في الأمر، وماذا يتبعها سعي إليه، وبذل جهد لتحقيقه، وتهيئة الأسباب الممكنة لإيجاده. كل هذه إذا توفرت في أي أمر يتحقق. فهمت هذا؟ بل أنت تجد واحدا يقول والله أنا أردت أن أفهم النحو ولكن لم أستطع. لا تقل بأنك أردت، قل ملت إلى النحو أو شعرت بالنحو. أما الإرادة لا، إذا وجدت الإرادة وجد الأمر. تفهم هذا؟ الإرادة مهمة جدا. الطالب يحتاج إلى الإرادة، والشيخ يحتاج إلى إرادة. أيوة. وقد عبر الصوفية عن ذلك بقولهم، الصوفية يقولون إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. إن لله عبادا إذا أرادوا أراد. إذا أرادوا شيئا حققه الله. ماذا يريدون بذلك؟ يريدون ما قاله الآن من أن الإرادة هي الرغبة في الأمر والسعي إلى تحقيق الأمر وبذل كل ما في طاقتك لتبرز هذا الأمر وأن تهيئ الأسباب. والمولى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هذا وعد من الله. إذا كانت هناك إرادة تحقق ما تريد. هل هناك شيء أعظم من هذا؟ إذا أردت شيئا يكون. الصوفية لا يقصدون هنا بأن إرادة الله تابعة لإرادة العبد في الحقيقة. لا، إرادة الله إرادة الله صفة أزلية. أما العبد وكل ما يتصف به فحادث. ولكن يريدون بأن الله يجازي الجاد الساعي على سعيه. هذا واضح؟ نعم. فكأنهم جعلوا إرادة الله تابعة لإرادة المريد من عباده. نعم. وهم لم يعنوا بذلك إلا ما شرحناه فإن مسببات لم يريدوا إلا ما شرحناه الآن. وهم لم يعنوا بذلك إلا ما شرحناه فإن المسببات مرهونة لأسبابها. فإن المسببات، فإن النتائج مربوطة بأي شيء؟ بالمقدمات. إذا وجدت المقدمة وجدت النتيجة. إذا وجد سبب وجد المسبب. أنت هيأت الأسباب سترى المسببات. بذلت كل ما في وسعك ما قيل الآن سترى الأمر الذي صممت على تحقيقه قد برز في الوجود. هذا واضح؟
وقد جعل الله حصول المرادات متوقفا على جزم الإرادة. نعم. وقد ورد في الحديث إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات، كل عمل بالنيات. إذا وجدت النية وجد العمل، إذا وجدت الإرادة وجد المراد. إذا وجدت الإرادة، لا أقول إذا وجد الميل أو وجد الشعور أو وجد الرغبة، لا، وجدت الإرادة على ما وصفناها. إذا وجدت الإرادة وجد المراد. ولذلك حتى في التصوف جاءوا بكلمة المريد. المريد ليس كل واحد يكون مريدا، ليس كل من يقول عن نفسه بأنه صوفي يكون مريدا، لا لا. فهمت؟ ولا ريب أن من صدق العزيمة وأحسن النية، ولا ريب ولا شك ولا شبهة ولا مرية ولا فرية أن من صدق العزيمة كان صادقا في عزيمته ووجه الإرادة وأقدم على ما يرغب فيه. نعم. بقلب مريد. نال ما يتمناه. نال ما يتمناه، ما يرجوه. وفاز بمشتهاه. وفاز وظفر بما يشتهيه إذا وجدت الإرادة. هل هناك شيء أعظم من هذا؟ تنال ما تشتهيه، تصل لما تريد. يقول الناس لا يمكن حفظ الألفية في 5 أشهر، أنت حفظت الألفية في 2 شهرين بعزيمة صادقة. متن أبي الشجاع النصر، هذا ليس للحفظ. ابحث المنظومة لمتن أبي الشجاع، تجد بعض الطلبة من الكسالى. الأجرومية لا تحفظ، ابحث عن نظم الأجرومية. فهمت؟ المتون الحفظ ليس مهما، المهم هو الفهم. الكسالى من الطلبة. والعلم مدينة لها بابان، أحدهما الرواية والآخر الدراية. الرواية الحفظ، الدراية الفهم. لا تجد عالما، علوم المسلمين كذلك. فخر الدين الرازي شيخ المعقول حفظ المستصفى لمن؟ لهجة الإسلام الغزالي. قبل أن يكتب المحصول حفظ المستصفى أولا. ولذلك في المستصفى في بعض المواطن وجدوا بأنه يأتي بألفاظ الغزالي. قالوا لأنه حفظ المستصفى فكانت ألفاظ المستصفى تجري وتسري على قلمه دون أن يشعر. والمستصفى منظومة أو نثر. والشيوخ هنا كانوا يحفظون جمع الجوامع، والعلماء كانوا يحفظون كتاب سيبويه. من أهل العلم من كان يشرح كتاب سيبويه من حفظه. فهمت؟ إذن بالعزيمة تستطيع أن تفعل كل شيء. أنا عندي كثير من الطلبة الآن يحفظون مقامات الحريري. فهمت؟ وهكذا بالإرادة تستطيع أن تفعل كل شيء. منكم من في السنة الأولى ومنكم من في السنة الثانية. لا تقل بأنك تأخرت، ما تأخر من بدأ. المهم أن تبدأ. إذا بدأت والله اليوم ربما قبل السنة الآتية ستقول الحمد لله. المهم أن تبدأ. لا تترك نفسك في ماذا؟ في قبضة الكسل والإهمال والهوينة والخمول والنوم والدعة وكثرة الأكل والشرب. كل هذه تدمرك. ستجعل أقرانك يتفوقون عليك كأنك لم تأتي معه في مصر في نفس سنة. المسافة بينكما مسافة بعيدة جدا. أنت ما زلت تتخبط في الأجربية وهو انتهى من الألفية. ما السبب في ذلك؟ هو استفاد من الوقت وأنت كنت تنام. إذا كان هناك رحلة أنت في الفوج، كل رحلة. فهمت؟ اللعب دائما على ماذا؟ على الفيسبوك. يبيت على الفيس، يسهر الليل ولكن ليس في القراءة. والله هذه عقوبة إلهية.
الطالب يسهر الليل ولكن ليس على كتاب. عجيب، ليس ذاكرا ولا مذاكرا. هذه عقوبة، هذا طمس لبصيرته، طمس لبصيرته. سهر الليل ولكن ليس في الحفظ، ليس في القراءة، ليس في الذكر، ليس في المذاكرة. أنت تدمر حياتك، مستقبلك هذا سيكون مظلما. المنحة التي أتيت بها كان غيرك أحق بها. أنت منعت طالبا ذكيا كان سيأتي، كان سيتخرج عالما. أنت أتيت أصبت على هذه الفرصة ولكنك لعبت بها. فهمت؟ لأن المسبب وهو المراد كائن عند وجود السبب وهو الإرادة. وهو الإرادة. الإرادة تربية النفس على الحزم والإقدام على الأعمال الممكنة حتى تصير ملكة من ملكاتها. ما الإرادة؟ تربية النفس على الحزم وعلى ماذا؟ والإقدام على الأعمال الممكنة. نعم، والإقدام على الأعمال الممكنة. أن تربي نفسك، يعني أن تربي في نفسك، تغذي في نفسك، تنمي في نفسك الحزم، تكون حازما جادا متقنا لأمورك، تقبل على شيء بعد تريث وترون ودراسة. وإذا أقبلت لا ترجع. فهمت؟ حتى تحقق ما تريد. عزمت على أن تتقن النحو في هذا العام، أقبل على النحو. لا تبدأ في النحو بعد محاضرتين مع الشيخ، فلان بدأ في الفقه، تركت الشيخ إلى في الفقه. وهناك الشيخ بدأ في ماذا؟ في العقيدة، ذهبت إليه أيضا. هناك الشيخ الآخر هكذا. هناك الطلبة هكذا يعيشون في هذا البلد. ذواقون، يذوق كل محاضرة، كل شيء، كل درس، كل كتاب، ولكن لا يحقق شيئا. بعد أن يقضي هنا سنوات يراجع نفسه فلا يجد متنا حفظ، ولا شرحا فهم، ولا حاشية هضمت. ما السبب في ذلك؟ أنه لم يكن صاحب حزم وعزم، لم يكن يصبر على ما يقبل عليه. والإقدام على الأعمال الممكنة حتى تصير ملكة من ملكاتها. نعم. وهي سعادة لمن تخلق بها. الإرادة هذه سعادة لمن تخلق بها. هي سعادة، تكون سعيدا في حياتك. هل هناك سعادة أفضل من أنك كلما أردت شيئا وجدته قد كان؟ كل شيء يكون، كل ما تريده يكون. هي سعادة. هذه السعادة من أين تأتي؟ من الإرادة. بالإرادة كل ما تريده يكون. فهمت؟ أنت الآن في وقت تحصيل العلم، جدا في تحصيل العلم. لا تترك عقلك في مهب الوساوس والحواجز. اعلم بأن العلم سيقدم لك كل شيء. إذا تعلمت وتمكنت في العلم، الدنيا ستقبل عليك تجرر أذيالها. بالعلم تحقق كل ما تريد. وهي سعادة لمن تخلق بها ما وراءها سعادة. ما وراءها سعادة. فيها يعمل الإنسان وبها يترقى وبها يترك ما ألفه من العادة الضارة. نعم. والأخلاق شائنة. نعم. بالإرادة تستطيع أن تتخلى عن كل رذيلة، عن كل موبقة، عن كل مثلبة، عن كل عيب تلطخت بها. كل عيب فيك، كل رذيلة فيك تستطيع أن تتخلى عنها بأي شيء؟ بالإرادة. أنت مثلا تنام كثيرا، فهمت؟ تنام من الليل وتظل تنام إلى وقت الظهر، لا تستيقظ إلا للعقل. فهمت هذا؟ كيف تستطيع أن تترك هذا؟ بالإرادة. كل من بعد هذه المحاضرة لن يحدث لي هذا أبدا. سأظل أذاكر، وإذا غلبني النوم نمت، ونمت نوما معقولا، يعني 4 ساعات 5 ساعات، ليس 7 ساعات. فهمت هذا؟ كل بعد أن تستيقظ من الفجر أصلي الفجر وأبدأ في ورد من القرآن، أذاكر القرآن،
وأبدأ في مذاكرة المتون وفي حفظ المتون، ثم أبدأ في مذاكرة العلم، وأظل كذلك إلى وقت مجالس العلم فأذهب إلى مجالس العلم، وبعد ذلك أذهب إلى الكلية، لا أبقى في البيت، أكون ملتزما بالكلية حتى آتي بالامتياز أتفوق. وإذا خرجت من الكلية أذهب إلى ماذا؟ إلى المضيفة أو إلى الجامعة أزهر لأتلقى العلم. أنا لست هنا إلا من أجل العلم، وأكون ماذا؟ رغيفا أو طعاما قليلا، هذا يكفيني لأقضي النهار، ثم آتي إلى البيت وأذاكر. لابد من وقت طويل أيضا للمذاكرة، ليس أن تكون دائما في مجلس العلم، لا، هذا ليس مطلوبا منك. مطلوب منك أنك تحصل شيئا ثم تأتي إلى البيت تذاكره، ولكن لابد من وجود وقت للمذاكرة. تجد طلبة كذا هم في كل مجلس، هذا لا يستوعب شيئا. هناك مجالس معينة تلتزم بها، وهناك أوقات تحددها لنفسك للمذاكرة، لتتأمل وتفكر وتمعن النظر في ماذا؟ فيما قرأت وفيما تلقفته من أفواه المشايخ. فهمت هذا؟ وتظل هكذا كل يوم أنت هكذا، سترى والله بعد شهر ستكون غيرك اليوم، بعد شهر فقط. أنتم بأنفسكم، أنا أضرب لكم مثالا في وقت الامتحانات، رأيت الوقت في وقت الامتحانات من أول أيام الامتحانات إلى آخر أيام الامتحانات، رأيت التركيز الذي يتوفر لك، تركز جدا، أليس كذلك؟ ترى بأنك تفهم كل شيء، وأنت تحس أصلا بالروحانية وصفاء القلب، ترى بأنك سبحان الله دنوت من رب العالمين الذي خلق العلوم. وأنت بعد الامتحانات تدرك والله لو ظللت كما كنت في أيام الامتحانات، لو ظللت هكذا إلى سنة سأكون شيخ المشايخ. ولكن لماذا تفعل هذا؟ الهوى، النفس الأمارة بالسوء هي لا تتركك أبدا، شيطان وراءك، لأنك ستكون عالما، أنت أشد على الشيطان من 1000 عابد، فهو يضع أمامك كل عقبة، كل شوكة ليذلك عن الصراط المستقيم. فالاستقامة على الطريقة ليست سهلة. فهمت؟ ستجي مثلا إلى إندونيسيا وكل يستفيد من علمك، قال فلان جاء من أتشي وتعلم العلم وفاق أقرانه، العزائر استفادوا من علمه، طبعت كتبه. هو الذي النهاة الذين يتخرجون الآن من إندونيسيا أكثرهم من طلابه، ورجع إلى بلده ووضع لهم منهجا محكما قويا لا غبار عليه. هو نعتبره عندنا مجددا في العلم، هذا شيء عظيم جدا. ولكن إذا نمت أنت ستمضي في هذه الدنيا دون أن تترك أثرا، ولا ينبغي للإنسان أن يأتي في الدنيا ويرحل إلى الله دون أن يترك أثرا، لابد من أن تترك آثارا ليس أثرا. سيقال فلان مرة هنا، فهمت؟ هذا هو الإنسان، ولكن هذا لا يكون إلا بأي شيء؟ بالإرادة. فهمتم؟ وبها يكون أميرا على نفسه، وبالإرادة يكون الإنسان أميرا على نفسه، يكون أميرا على نفسه، لا تكون نفسه أميرة عليه. أما بدون الإرادة أنت تكون كرة في ماذا؟ في يد الهوى. ولكن بالإرادة أنت تكون أميرا على نفسك، تفعل ما تريد وتترك ما تراه مؤذيا لك، ولكن لن تجد نفسك منقادة مكبلة مربوطة في يد الهوى والنفس، يعني تلعب فيه كما تريد. لا، الإرادة مهمة جدا. بالإرادة تستطيع أن تغلق الفيس من الآن، ولا تدخل في الفيس إلا بعد أسبوع، وتركز على ما أنت عليه بالإرادة. بدون إرادة لا يمكن. أنت على جميع المجموعات، كل مجموعة هو فيها، أنت بعد ذلك متى تذاكر؟ لا، الشيوخ أيضا على فيسبوك، الشيخ هذا تعلم العلم، هو العلم وصار عنده الآن ملكة. أنت ليست عندك ملكة في العلم، أنت كن حريصا على نفسك،
حتى يوما تكون لك صفحة يوما ما ويتابعك الناس. فاهم؟ العلم تأخذه من المشايخ في مجالس العلم، ليس على الفيس. ادخل على الفيس مرة في الأسبوع أو مرة في الشهر يا رومي، أو مرة في سنة. فهمت؟ الاتصال مع أهلك فقط. فهمت هذا؟ تركز على أي شيء؟ على العلم. وبها يكون أميرا على نفسه سلطانا على ملكاته. سلطانا على ملكاته. وبها يكون إنسانا كل الإنسان. يكون إنسان كل الإنسان، يعني الإنسان كل الإنسان هو الذي يكون أميرا على نفسه، لا تكون نفسه أميرة عليه. هذا ليس إنسانا، هذا إنسان كلا إنسان، وجوده كلا وجود. فهمت هذا؟ كيف يريد أن يفعل شيئا يأتيه رومي والله هذا ليس بشيء فيتركه. يريد أن يقدم على شيء، هذا يأتي كل يلعب به، لا يثبت على شيء، لا يثبت على شيء. هذا ليس إنسانا. ليس هذا يأكل ليعيش. هذا يعيش ليأكل. يعيش لأي شيء؟ ليأكل. لا يأكل ليعيش. الإنسان يأكل ليعيش. أما النسناس يعني الذي في صورة الإنسان وليس بإنسان فإنه يعيش ليأكل. فهمت هذا؟ كن إنسانا كل الإنسان. هذا واضح؟ فإن الإنسان الكامل من لا يصده عن مراده الممكن صاد. نعم، الإنسان الكامل، الإنسان الذي هو الإنسان هو الذي إذا ما أراد شيئا ووضعه نصب عينيه وسعى إليه ووصل إليه، كيفما كانت العقبات، كيفما كانت الأشواك، كيفما كانت الحواجز، كيفما كانت الموانع، ويسعى حتى يصل إليه، حتى وإن كان في بروج مشيدة وصل إليه. لا يتعب ولا يني ولا ييأس. كل أمر وضعه نصب عينيه سيصل إليه. حتى الناس يتساءلون هذا الرجل مبارك جدا. والبركة هو أنه هناك إرادة. هناك إرادة. ولا تقف شهواته وعاداته عقبة في سبيل المراد. ما الذي يمنع الإنسان من الوصول إلى ما يريد؟ الشهوات. الشهوات. النوم شهوة، شهوة النوم. النوم لذيذ جدا، لكن لماذا لا تعطي نفسك للنوم؟ لا تسترسل للنوم، لأنك تعلم بأن عاقبة ذلك الفشل، تكون فاشلا في حياتك. ولا النوم لذيذ جدا، كل يتمنى أن ينام كذا من نصف الليل إلى نصف النهار. فهمت هذا؟ ولكن ما الذي يمنعك من هذا؟ عقلك وضميرك الذي يقول لك أنت إذا فعلت هذا لن تحقق شيئا في حياتك. الطعام لذيذ جدا، ولكن ما الذي يجعلك لا تنام كثيرا؟ لا تأكل كثيرا، أنك إذا أكلت كثيرا ستشرب كثيرا، وإذا شربت كثيرا ستنام كثيرا. فتقلل العقل، ربما تأكل مرة في اليوم أو مرتين، أو إذا لا تأكل ولا تأكل إلا إذا جعت، وإذا أكلت لا تشبع. بلغة، ذكاء وحرص واصطبار وبلغة. يعني الطعام القليل الذي تتبلغ به، ليس أن تملأ بطنك ثم هكذا بعد أن يأكل يحتاج إلى 3 ساعات ليأتي تركيز، وفي كل يوم هكذا. وإذا استيقظ أيضا يحتاج أيضا إلى 3 ساعات لينزل من السرير. هذا ليس إنسانا والله. هذا بطن الأرض خير له من ظهرها. هذا أفسد المنحة، أساء إلى منحة الأزهر الشريف. هذا ليس إنسانا. نكتفي بهذا القدر. أذن ليس
لما يؤذن نصيحتي غير جيدة كده. ماذا؟ أذن؟ نكتفي بهذا القدر. خير الكلام ما قل ودل، خصوصا في النصائح لا نحتاج إلى أن نطيل كثيرا. المهم أنني قلت لكم كثيرا، أسأل الله أن يتقبل مني وأن يفتح عليكم فتوح العارفين، وأن يجعلكم جادين في تحصيل العلم، لا يهول بينكم وبين العلم وسوسة ولا شيطان ولا هاجس، تظلون مثابرين مثابرين ومواظبين، تستطيع أن تحقق كل شيء بثلاثة أمور: بالجد والمواظبة والتكرار. بهذا تستطيع أن تفهم كل كتاب وأن تحفظ أي كتاب. الجد المواظبة والمواظبة والتكرار، تكون جادا وتواظب، لا تأتي مرة ثم تنقطع، لا، وتكرر ما تلقيته من المشايخ. هذا واضح؟ فتح الله علي وعليكم فتوح العارفين.